الشوارع بقوا اطفال شوارع عشان اهاليهم فقراء بشكل اساسي. يعني لما كنت عندك اسره فقيره فيها 5 6 اطفال، وفي الاخر في اطفال ما تعرفش تهتم بيهم ولا توديهم المدرسه ولا تعالجهم ولا تجيب لهم لبس ولا يعني مجموعه حاجات، فالطفل ما بيحسش ان هو ليه مكان في البيت. لما في اسره عايشه في اوضه واحده، الاسره دي مكونه من راجل ومراته و3 اطفال مثلا، فده معناه انه يعني الناس بتتسرب تاني علشان انه في سياسات افقار في البلد دي. دور المجتمع المدني طبعا ان هو رقم 1 ان هو يدافع عن الاطفال دول، بمعنى ان هو يعمل حاله ادفوكسي او حاله يعني حشد وتعبئه على السياسات اللي من وجهه نظر المجتمع المدني تبقى مضره باطفال الشوارع، القوانين المختلفه اللي ممكن تكون بتؤدي ان يبقى في مشاكل اجتماعيه بتؤدي الى هذه الظاهره. وكمان يعني انا شايفه انه اهم جزء بتاع الشغل على السياسات، لانه فكره الشغل على مجموعات اطفال في الاخر المجتمع المدني ميزانياته محدوده وطاقته البشريه مش حكومه. الاحصائيات يعني الفكره انه احنا عندنا مشكله ضخمه في مصر في المعلومات، يعني عشان منظمه او جهه ما ان هي تلاقي معلومات ارقام محدده حوالين كام طفل شارع في مصر تكون ارقام صعبه ومتضاربه. وعيال يعني اللي امه سايباه في الشارع، اللي بيناموا جنب الجامعه هنا على الرصيف، وعيال يعني حالتهم يأسة قوي يعني. دي حاجة سيئة جدا جدا. الناس للأسف الشديد أطفال الشوارع بالذات بعد أحداث الثورة، وبعد أحداث إنه طول الوقت الإعلام بيصور حوالين إنه أطفال الشوارع دول مندسين، ولما يكونوا بيتصوروا عند حتة فشوف هم دول مش صور، أكيد مش صور وبتاع. فالناس المصريين فقدوا تعاطف تماما مع كل أطفال الشوارع، وبالعكس بقوا بيعاملوهم بشكل فعلا في قسوه شديده غير مبرره. يعني اطفال الشوارع هم في الاخر هم نتائج هم اولاد المجتمع اللي عمل فيهم كده. يعني هم اكيد ما فيش طفل صغير عنده 6 سنين قرر ان هو فجاه يبقى طفل شارع، بس الفكره ان احنا شركاء كلنا في الجريمه دي. اطفال الشوارع هم جريمه ارتكبها المجتمع وفي الاخر بيحاسبهم. يعني فدول عاوزين المساعده، ودول عيال يعني يتم اللي ابوه مطلع امه ورامي عليها في الشارع، وبعدين يتعلموا الفساد ويتعلموا التسول. اطفال زي كل الاطفال في الاخر بيحبوا يلعبوا، بيحبوا يلونوا، بيحبوا يرسموا، بيحبوا يضحكوا يعني. بس الناس ولاد الظروف اللي هم فيها. يعني لو طفل شارع ده في اسره قررت انها تتبناه، الاسره دي سي مثلا من الزمالك او من بولاق الدكرور، فاكيد الطفل هياخد الصفات دي او هياخدوا الصفات دي. الاطفال في سن صغير بيبقوا قابلين ان هم يقبلوا، هيتشكلوا يعني في الاخر زي ما انت زي الزرع بالظبط. يعني لو اهتميت بيه وحطيت له ميه وراعيته وشلت التراب من عليه وكذا هيبقى زرعه كويسه، لو سبته هيموت. موضوع سهل. وبياكلوا ساعات المطعم بيرمي الاكل هنا، بيجي يلموهم الزباله وياكلوه. في الاخر لو طفل شارع تم القبض عليه علشان عمل حاجه معينه، سرق او مش عارفه ايه، بيتحط في الاحداث فبيطلع مجرم فعلا، لانه دور الاحداث غير مؤهله تماما ان هي تستقبل الاطفال. هي دور الاحداث دي بتطلع مجرمين فعلا. يعني لو يعني متهيألي ان الظاهره ما بتخفش، بالعكس الظاهره بتزيد يوم بعد يوم، فده بيشاور على فشل حكومي صارخ